السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. فيديو اليوم هيكون الجزء الخامس من ملخص حكاية طاي. اتمنى انكم تدعموني باللايك والاشتراك وتسيبوا تعليق اسفل الفيديو. يلا بينا. بعد ما وقفنا في الجزء اللي فات وكان اتباع طاي بيهاجموا على جو بيل، يلتفت ليهم جو بيل ويقول لهم انتم آفات مزعجة، وبحركة واحدة يصد ضربات الاتنين بايده فقط ويهجم على طاي في نفس الوقت. ونشوف هنا انه قدر يحطم اسلحتهم بايديه بس، ويكونوا مصدومين جدا من قوته، ويبدا جو بيل يجمع الطاقة في ايده عشان يهجم على اتباع طاي. وفي اللحظة دي يكتشف طاي ثغرة ممكن يهجم بيها عليه، وجو بيل فعلا يهجم على اتباع طاي ويقذفهم بعيد جدا، ويكون الهجوم فتاك وبينزفوا من فمهم. ويستغل طاي انشغال جو بيل ويهجم بتقنية الثقب السماوي، لكن جو بيل تمكن من استشعار هجوم طاي ويبتسم وفجأة يلف جسمه في اقل من ثانية ويتفادى هجومه ويجرح طاي في جنبه. يكون طاي ملحقش يشوف ايه اللي حصل، وان جو بيل كان في موقف ما ينفعش يصد فيه هجوم طاي، وطاي ينجو من هجوم جو بيل ويتصاب اصابة خفيفة لانه قدر يتفادى الهجوم بانه يميل جسمه في الوقت المناسب. لكن جو بيل ما يدوش وقت للتعافي وينهال عليه بالهجوم، وطاي بيحاول يصد ويتجنب لكن مفيش فايدة. جو بيل يصيبه بعدة اصابات، ويقول جو بيل لطاي انت لحد دلوقتي لسه متمسك بسلاحك، ويكون معجب بطاي. وهنا يتنقل جو بيل لمستوى تاني من القتال ويستخدم تقنية تخلي ايده شعلة من اللهب، ويهجم على طاي بهجوم اللهب ده في صدره وما يلحقش طاي يتفادى، ويكون الهجوم قوي جدا بيحدف طاي لبعيد، وطاي يكون بينزف من كل مكان في جسمه وصدره احترق بالكامل ومش قادر يجمع طاقته. ويتماسك طاي ويقف تاني وهو بيستند على سلاحه، ويجي له جو بيل ويقول له انت قادر تنهض بعد تلقيك هجوم من المستوى الخامس، قوتك لا بأس بيها. ويكون طاي بيحاول يتنفس بصعوبة وبيهاجم على جو بيل باخر قوة عنده، لكن جو بيل يمسك سلاح طاي ويقول له انت ما بتعرفش امتى تستسلم، بوضعك ده مستحيل تهزمني. ويسيح جو بيل سلاح طاي ويقع سن السلاح امامه. وتكون دي خطة من طاي بالفعل انه يقلل المسافة ويجمع اللي تشي في ايده ويهجم على جو بيل، لكن وهو بيهجم بيتصاب اصابة داخلية ويكون مش فاهم فيه ايه. لكننا نشوف ان ده بسبب هجوم جو بيل عليه بكف اللهب، وان تمت اعاقة اللي تشي داخل طاي بسبب التقنية دي. ويقول له جو بيل انت كده كده هتموت بسبب اللي عملته، لكن ليه نستنى، خلينا نخلص الموضوع دلوقتي. ويهجم على طاي تاني بتقنية كف اللهب، ويبدا طاي يتوسل للمساعدة وجو بيل نزل عليه بالهجوم. هنا يظهر اتباع طاي ويقول لجو بيل ايها الوغد سيب قائد المجموعة في حاله. يتعصب منهم جو بيل ويقول انا هخلص عليكم الاول. وهنا طاي يقول له ايها الاحمق انا طول الوقت ده كنت، ويكون مش قادر يتكلم. جو بيل يقول له يا عم جمع كلمتين الاول وبعدين انطق. طاي يقول له انا كنت كل الوقت ده بقاتل زي الاحمق، ويستدعي طاي سلاح من المخزن فجأة ويسيب جو بيل في قدمه. يقع هنا جو بيل، وطاي يفضل يستدعي في الخناجر ويطعن بيها جو بيل في رجله، وجو بيل بيصرخ باعلى صوت وبيشتم طاي، ويمسك ايد طاي ويكسرها ويقول له انت كنت خافي سلاحك، ويحدف طاي بعيد بتقنية من ايده. ويقوم بالفعل جو بيل متغلب على اصابته ويبدا يجهز تقنية كف اللهب لكن في ايده الاثنين، ويقول لطاي ابعت تحياتي لسيد العالم السفلي. ويجي اتباع طاي عشان يلحقوه، لكن بعد فوات الاوان يهجم جو بيل على طاي ليكون مستند على شجرة، ونشوف الدم بيتناثر وطاي بيكح دم من فمه. لكن فجأة نشوف جو بيل وهو مصدوم وبينزف وبيقول لطاي انت عملت ايه؟ انا متأكد انك ما كانش معاك سلاح. طاي يقول له انا كنت مستنيك تجمع اللي تشي عندك لاعلى مستوى عشان اهاجمك واسبب لك انسداد توزيع اللي تشي، وده هيسبب موتك في الحال. نشوف ان جو بيل بيموت خلاص والسيف في بطنه. شيل جو بيل السيف من بطنه وهو بيصرخ ويقول ده مستحيل، ازاي شقي زيك يعمل فيا انا كده؟ ويبدا يجمع اللي تشي تاني في ايده لكن يقع مكانه وما يكملش التقنيه، ويكون ده بسبب هجوم طاي اللي سدله توزيع اللي تشي في جسمه. وطلب طاي من اتباعه انهم يساعدوه، لكن جو بيل يرفض الاستسلام ويقول انا وريث تقنيه كف اللهب، ما ينفعش اموت من حد زيك. ويبدا جو بيل في التحول وطاقه مهوله تملاه، ويبقى طاي فاكر انه اتصاب بانحراف اللي تشي، لكن جو بيل يكون بيحرق قوه حياته عشان يصمد وما يموتش ويقتل طاي. ويكون شعره بقى لونه ابيض وشكله بقى قوي جدا ومخيف، ويقول طاي لنفسه انا استنفذت كل اللي تشي اللي عندي وايدي مكسوره ومستحيل اصد هجومه، انا ما قداميش حل تاني غير ده، لان عقوبه فشل المهمه دي هتبقى الموت او انحراف اللي تشي وما عنديش حاجه اخسرها. وهنا يستخدم طاي الطاقه الكامنه اللي تشي جواه اللي شافها في الاول لما جه العالم ده لكن تجنبها خوفا منها. وهنا جسم طاي يطلع منه ضوء جامد جدا ويحس ان القوه بتفيض منه، وجو بيل يكون بيهجم على طاي بالفعل بتقنيه كف اللهب وشكله مخيف جدا واقوى من قبل كده. وبطلنا يفتكر حياته السابقه لما كان صياد من مستوى اف، ونشوفه وهو في مكان تدريب ويكون قام بهجوم قوي جدا حطم بيه دميه القتال. يقول الشخص المسؤول دي اول مره اشوف في حياتي كده شخص من المستوى اف يقوم بهجوم قوي يعادل قوه صياد من المستوى دي. ويقول طاي وهو تعبان جدا انا كنت على علم انهم ادوني مستوى اقل من مستوايا، لكن يقطعوا المدرب ويقول له بس لا ده لا يمكن، صحيح ان تقنيتك قويه على صياد من مستوى اف لكن مستوى جسدك وكميه المانا مكافاه صياد من المستوى اف، بص لنفسك انت استخدمت التقنيه وبسببها انت على حافه الموت. يقول له انت محتاج تقوي جسمك والمانا بتاعتك، وانصحك لو عايز تعيش مده طويله ما تستخدمش التقنيات دي تاني باستثناء الظروف الخاصه. يقول له طاي زي ايه الخاصه دي؟
يقول له المعلم زي ما تكون هتموت مثلا وما قدامكش حل تاني، انا متاكد ان التقنيه دي ممكن تنقذ حياتك في يوم من الايام. ويرجع طاي للعبه تاني وهو بيستخدم تقنيه جديده وبيقول الطعن بالقوه القصوى، ويكون طاي وجو بيل بيهجموا على بعض في نفس الوقت، وسلاح طاي يصطدم بتقنيه جو بيل كف اللهب ويحصل انفجار قوي جدا، ومن قوه التصادم المكان كله يحاط بالجليد ومحدش شايف حاجه. ونشوف سلاح طاي وهو بيتحطم وايده محروقه ويغشى عليه، والناحيه التانيه جو بيل واقع على قدميه، والنظام بيقول لطاي انه اكمل المهمه وهزم جو بيل وحصل على المكافاه. وجو بيل هنا يكون فقد نصفه الايمن بالكامل ومات من هجوم طاي. لكن طاي وهو بيغشى عليه يشوف راس جو بيل بتقع قدامه، ويكون اللي عمل كده تشون وعمال يبكي. ويحلم طاي بحياته السابقه وهو كان في زنزانه مع صيادين تانيين ولقوا احجار مانا وتكون غاليه جدا ويكونوا مبسوطين، ويكون اللي حصل ده مش طبيعي، انهم يلاقوا كم ده في بوابه من الفئه اف، ويكونوا خلاص في نهايه الزنزانه والزعيم على الجانب التاني وهيخلصوا خلاص. ويقول قائد الصيادين ان ده مش طبيعي انهم يلاقوا كل الاحجار دي وكل اللي موجود في الزنزانه هم الجوبلينز، لكن يضغط عليه طاي وباقي الاعضاء انهم ما ينفعش ما يغتنموش الفرصه دي ويذهبوا للزعيم عشان اكيد في مكافآت اهم قدام. لكن قائدهم يقول يا جماعه بلاش طمع، كفايه اللي احنا لقيناه ونمشي. لكن كلهم يقولوا لا عاوزين نكمل. القائد ما قدرش يخليهم يمشوا ويخشوا فعلا للزعيم، لكن بعد كده نشوف وجه طاي وهو مليء بالخوف والرعب، وهو شايف اصدقائه بيتم قتلهم وتقطيعهم، وهو بيبكي وشايف قدامه زعيم الزنزانه بيبص له. وقائد المجموعه بيقول طاي انت لازم تهرب، لكن زعيم الزنزانه بيدوس عليه بيفعصه مكانه. لكن هنا يصحى طاي من النوم مخضوض ويكون لسه في اللعبه، ويكون قدامه مساعد واي كيونج اخوه ويقول له انت اخيرا صحيت. يقول له طاي انا نايم بقالي قد ايه؟ يقول له المساعد 5 ايام، حالتك كانت صعبه جدا والطبيب قال انك ممكن ما تصمتش اليوم التالي. اخوك لما سمع الكلام ده اتعصب، لو ما كنتش انا موجود عشان اوقفه كان هيموت الطبيب. يقول له طيب وبجانب كده مفيش حاجه تانية حصلت؟ يقول له مساعد في الواقع في اخبار جيده واخبار ممتازه، تسمع ايه الاول؟ يقول له طيب جيده. يقول له مساعد كل الناجين من منطقه شوز هو عادوا بامان لمنازلهم، ومن مجموعتك انت 2 بس اتصابوا لكن وضعهم كان كويس. طيب يقول له وناجون استعدتم جثته؟ يقول له وعملنا له جنازه تليق بيه، وللاسف كان يتيم فما كانش في حد ننقل ليه ممتلكاته، ويكونوا زعلانين جدا عليه. لكن المساعد يقول دلوقتي هقول لك الافضل، بعد قتالك بيومين في هنج تشو 100 مقاتل من نخبه من العائله الاساسيه تقاتلوا مع 200 من المقاتلين الطليعه في طائفه سيف جبل هنج، وهزمناهم هزيمه ساحقه. 30 مقاتل بس اللي نجوا من سيف جبل هنج، وده نفس العدد اللي اتصاب من جانبنا، مع اننا ما قدرناش من القبض على سيو جوانج الزعيم الاصغر للطائفه، لكننا استطعنا هزيمه 2 من ساده الدفاع عن النفس اللي كانوا تحت سلطته واسمهم التوأم الشيطاني لجبل هنج. يقول طيب مين اللي هزمهم دول؟ القاده الكبار؟ يقول المساعد لا انا والزعيم واي كيونج، كل واحد فينا مسك واحد فيهم وعدمناهم العافيه، لكن ما كانوش سيئين. طيب يقول لنفسه قتالي مع جو بيل كاد ان يقتلني، وده بيقول ما كانوش سيئين على ناس في نفس مستوى جو بيل، الشخص ده اكيد وحش. يكمل المساعد على اي حال انا فعلا اتفاجئت، فعلا جو بيل بنفسه. يضحك طيب وهو مكسوف يقول له بشكل ما استطعت هزيمته، لكني مش هكون مدهش زيك انت واخويا اكيد. لكن المساعد يقطع نشوه طيب الفوز ويقول له لكن مع ذلك لما افتكر الاوقات اللي اتسببت فيها بالمتاعب لينا بيخلي دمي يغلي جدا. محدش كان متوقع النتيجه دي. بقى السيد طاي اللي كان بيختلس فلوس من العائله وبيصرفها في البيوت المشبوهه، اللي كان بيخش عليه في الاماكن العامه وهو سكران، والشخص اللي بيشوه مكانه العائله هيكون الشخص المحترم اللي قدامي ده. يكون طاي محرج جدا من كلام المساعد وحاسس بالخزي. يقول المساعد انا وي بينج مندهش للغايه مع اني مش عاوز اقول كده. يقول طاي انا كنت محظوظ ان جو بيل قلل من حذره. يقول المساعد لا مش ده كل السبب، لو كان ده كل اللي محتاجه جو بيل عشان يتهزم ما كانش هيبقى بالسمعه دي. يتبسط طاي يقول له يعني انا اقوى منه؟ يقول له المساعد انت عبيط، انت هتاخد قوه جو بيل ومكانته في عالم فنون القتال انها مسحه؟ لا يا معلم، هو كان قوي جدا واقوى منك جدا، لكنك كنت فقط قوي بما فيه الكفايه انك تقتل جو بيل باساليب مخادعه. ويكمل المساعد على اي حال مؤكد ان طائفه سيف جبل هنج تلقت صفعه قويه بسبب الحادث ده، ومش بسبب انهم فقدوا 3 بس من اسياد فنون القتال، بل في شيء تاني. يخش هنا زعيم واي كيونج ويكمل كلام المساعد ويقول انهم فقدوا حجتهم في اسباب بدء القتال ده، ان السيد الشاب الثالث لعائله جين قوي بما فيه الكفايه انه ما يستخدمش حيل زي السم عشان يخلص على حد. ويكون بيعيط وسعيد ان طاي قام بالسلامه، ويكون بيتجه اتجاه طاي عشان يحضنه، وطاي يكون خايف جدا ويقول له ابعد عني انا مصاب. ويتنقل بينا المشهد لزعيم طائفه سيف جبل هنج وهو بيلكم شخص في وشه وبيقول له حتى لو كنت ابني هتتعاقب بسبب هزيمتنا، امشي من وشي دلوقتي. يعتذر الابن ليه ويمشي. يقول الزعيم لكل الموجودين بسبب الحرب دي فقدنا 200 من المقاتلين و2 من ساده الدفاع عن النفس، وده حصل لاننا كنا واثقين من نفسنا زياده عن اللزوم. انا عاوزكم تجندوا المزيد من الجنود باي شكل، سواء قطاع طرق او عصابات، انسوا سمعتنا، كل المهم دلوقتي هو القوه. ويكون غاضب جدا ويقول لهم قدامكم 4 ايام بعد كده هنهجم على عائله جين في تايوان. اتنقل جين في المستشفى والاطباء حواليه مصدومين وهو بيشيل الضمادات من عليه، ان طول مده عملهم اول مره يشوفوا حاجه زي دي، ان جين شفي تماما في بضعه ايام. يقول جين لنفسه ان حتى زياده المستوى لا يمنحني الشفاء التام، ويفتح جين النظام ويلاقي انه اكتسب 13 مستوى والتشي زاد بشكل جيد جدا، لكن نقاط السمعه ما زادتش جامد، وده حصل بسبب هزيمته لجو بيل. ويقول لنفسه يا على زمان لما كنت بخاف من قطاع الطرق، انا بقيت قوي بجد. ويبدا يعيط في مشهد
مشهد اهبل جدا، ويكون حصل على تقنيه جديده الا وهي ضربه واحده، وتكون انها بتستهلك قدره التحمل والتشي عشان توجه هجوم قوي، هتتصاب بالتعب الشديد اعتمادا على قوه الهجوم، وممكن تتحكم في قدره التحمل والتشي اللي هتستهلكه. ويقول دي شبه الطعن بالقوه القصوى اللي استخدمتها، لكن دلوقتي اقدر احدد استهلك قد ايه من طاقتي. ويقطعوا هنا صوت اشخاص من حواليه في المدينه وهم بيتكلموا عنه وعن انجازاته، ويبداوا يسقفوا له ويحتفلوا بيه، ويبدا النظام يطلع له ان سمعته بتزيد. ويقول ده بسبب اخويا، انه كان عاوز يثبت للناس ان الاشاعات عني اني هزمت جو بيل كانت صح. ويقول الالعاب دي مخيفه جدا، انا بدات استمتع بحياه جين تاي كيونج في اللعبه، ويكمل جه دلوقتي الوقت اللي هسيب فيه اللعبه. ويكون وصل لمستوى ال30، لكن لسه فاضل له 500 نقطه في السمعه وانه يوصل لمستوى الدرجه الاولى. ويقول نقاط السمعه هتيجي لوحدها، لكن المشكله الدرجه الاولى، انا لازم ابحث عن شخص عنده اجابه لمشكلتي. ويخش هنا بطلنا على الزعيم واي كيونج، ويقول له الزعيم طائفه المنطقه السفليه بعتت لنا ان طائفه سيف جبل هينج بتخطط لتجنيد المزيد من الجنود، وللسبب ده احنا بنخطط اننا نهاجم قواتهم الاساسيه قبل ما يعملوا كده. يقول له طيب امتى؟ الزعيم يقول له كمان يومين. طيب اما مرسوم على وشه ملامح الجد، لكن جواه بيقول يا دي النيله، انا كان نفسي اطلع قبل ما ده يحصل. يقول له الزعيم لحسن الحظ بوابات شانشي 5 اللي العائله محافظه على العلاقه معاهم هيساعدونا، وانت هتاخد جزء من قواتهم وتحمي نهايه الجيش. وهنا يطلع النظام لطاي ويقول له ان في مهمه جديده، وان واي كيونج كلفه بمهمه حمايه نهايه الجيش، والمقاتلين اللي معاه هيتحركوا تبعا لشجاعته وعزيمته، وهيبداوا بالثناء على اسمك، وتكون المكافأة زيادة السمعة ب10 نقاط، والفشل تقليل السمعة. يقبل تاي المهمة ويقول أتمنى إني مفضلش هنا لحد الوقت ده. يسعد جدا الزعيم بمساعدة تاي، لكن تاي يقول له أنا عندي سؤال، أنا مقاتل المستوى الثاني وعاوز أوصل للمستوى الأول. يقاتله الزعيم يقول له بس أنت المستوى الأول. تاي يقول له لا تاني. الزعيم يقول له لا أول، بدون ما نقول حتى إنك قدرت تتغلب على سيد فنون قتال. يقول له تاي يا عم أنا بقول لك مستوى تاني. يقول له الزعيم مين قال لك كده؟ هنا تاي ما يكونش قادر يقول له على النظام عشان هيقول عليه مجنون أكيد. يقول له محدش، لكن انا فعلا في الثانيه، صعب اني اوضح لكن صدقني. يقول له الزعيم حس كده الموضوع سهل، يجب عليك ان تؤمن بنفسك. يحبط هنا طيب ويقول له ايه علاقه ده ان يزيد مستواي العالمي؟ يقول له الزعيم من خلال الايمان هتعرف كل ما تفعله، لان فنون الدفاع عن النفس تبدا بالاعتقاد. يبدا جين يسرح في خياله ويقول اعتقاد؟ انا كنت معتقد ايه طول الوقت ده؟ انا طول الوقت شايف ان المستوى الثاني عشان النظام بيقول لي كده. هل ممكن النظام يكون بيكذب؟ لان وفقا لواي كيونج انا من المستوى الاول، ولو النظام ما بيكذبش فاني لسه في المستوى الثاني، ده بسبب اني معتقد كده. ويفضل يفتكر انجازاته انه قضى على عصابه وعلى مقاتل من المستوى الاول وسيد فنون قتال كمان، يبقى انا مستحيل اكون من المستوى الثاني. ويقول هنا طيب بصوت عالي انا بالفعل مقاتل من المستوى الاول. وهنا يطلع النظام ويقول لقد وصلت الى المستوى الاول من العالم الروحي، عقبال ما يطلع اليوتيوب ويقول لقد وصلت ل1000 مشترك و1000 لايك على الفيديو ده. قدها وقدود يا شباب، ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله. وننتقل لطاي وهو ماشي وسط ناس في المدينه، ويكون ده الحل ان سمعته تزيد عشان يوصل ل 500 نقطه ويطلع من اللعبه. ويلاقي مجموعه من الجنود وهو ماشي، ويقف يقول لهم ثانيه انتم من بوابات شانشي 5 صح؟ يقول لهم شكرا انكم جيتوا تساعدونا. ويكون عاوز يمشي، يقول لهم ممكن نشرب مع بعض شاي؟ يحاول يخلع منهم ويقول لهم ان عنده حاجه يعملها للاسف. ونشوف اتباع جين اللي جو بيل هجم عليهم ويقولوا دي معجزه اننا لسه عايشين، وانهم ما ماتوش بعد هجوم جو بيل عليهم بكف اللهب. ويقول للاثنين احنا لازم نبقى اقوى ونعدي مستوى جو بيل ونبقى اقوى اسياد فنون قتال. وهنا يكون طاي امام الباب ويسمع كلامهم، لكنه يحس بالغرابه من كلامهم، ويقول بلاش اخش عليهم في الموقف العجيب ده. ويقول انا خلاص اطمنت عليهم مش لازم اشوفهم. وهنا سيو اخت تشون تشوفه وتقول له انت السيد المنقذ، وتشده سيو الكيوت لجوه لمكان وجود جونج وتشون، ويكون سعيدين بيه جدا ويطمن عليهم. ويقول جونج انا سمعت ان في قتال تاني هيحصل، وان سيف جبل هنج بيجندوا ناس، هل كل شيء كويس؟ يتصدم طيب ويقول الكلام ده المفروض انه سر، طالما جونج اللي في المستشفى عارف يبقى كل اللي في المدينه عارفين، لو جاسوس سمع ايه اللي هيحصل؟ ويقول له جونج انا وتشون جبنا لك الامتعه اللي سبتها بعد ما قتلت جو بيل. ويكون تشون بيقول له ده العناصر اللي ما خدتهاش وانت فاقد الوعي، ويطلبوا منه انه يفتحها بعيد عن عين اي شخص مشبوه. ويفتح طاي الامتعه فعلا، واللي يلاقيه جوه يكون صادم، يلاقي لفافه لتعلم تقنيه كف اللهب وحبه شعله اللهب، ويكون عند استهلاكها هيحصل على 30 عام من التشي، وسيف مجهول، ويكون نصل حاد جدا من فولاذ صلب مثقل ل 10000 سنه، ويكون عشان يستعمله لازم يستوفي خيط خاص مش معلوم. ويقول لنفسه اللعبه بقى جايه تديني دلوقتي كل ده عشان العب اكتر مكمل اول، ويقول مش هقع في الفخ ده، لكن يبص كده للحاجات ويقول دي جيده جدا، ويفضل يتخيل بقى يستخدمهم ازاي وقد ايه هيبقى قوي، لكن يقول لا سلامتي هي الاولويه، لازم ما انساش ده وهستخدمهم بحذر جدا. ونروح لزعيم الشيوخ والشخص الملثم وهو بيقول له كل حاجه تحت السيطره. يقول له زعيم الشيوخ بالتاكيد انا جهزت كل قواتي. يقول الشخص الملثم خد بالك لو واي كيونج عرف خطتنا الموضوع هيكون صعب جدا. ويقول زعيم الشيوخ لنفسه اليوم اللي هتتصادم فيه قوه العائلتين من مقاطعه شانشي كل حاجه هتنتهي وهتبدا حقبه جديده، وهكون سيد عائله جين في تايوان، وهعيد توحيد مقاطعه شانشي كلها وهحكمها. ونشوف بطلنا وهو بيتحقق من النظام وبيكون سمعته وصلت 475 نقطه، والنظام بيقول لكل اللي في عائله جين سمع عن الشائعات عنك. وبطلنا يكون متضايق لان كده باقي النقاط مش هيتمكن من تجميعهم وكده هيخش الحرب. ويكون بطلنا واقف امام مجموعه من الجنود وبتدق الطبول،
ويطلع واي كيونج عشان يقول خطبه، ويكون الجميع في حاله صمت تام مستنيين كلمته، ويبدا كلامه: اعدائنا يفوقون في عدد الجنود واسياد فنون القتال، ومع ذلك هم ما يختلفوش عن الذئاب مع العديد من الرؤساء، وتتكون قوتهم المرتزقه والعصابات الجياع للذهب واللصوص. هؤلاء الاوغاد ليس لديهم كرامه ولا شرف، انا ما اضمن لكمش انكم هتعودوا احياء، القتال هيكون جحيمي وهنضع حياتنا على المحك، ومع ذلك بالتاكيد هنكون المنتصرين المستحقين بالبقاء على قيد الحياه، عليهم وضع كل ما لديهم على المحك. يصرخ الجنود هنا ويتحمسوا بعد كلام الزعيم. ونشوف جيش عائلة جين وهو ماشي بين الجبال عشان يتجه لقتال سيف جبل هينج، لكن الليل بيليل عليهم وبيباتوا في الغابة، ويكون جين بيكلم هيوك ويقول له: انت بتعمل ايه هنا؟ انت المفروض تكون في مستشفى. يقول له هيوك: انا اضرب جسدي، وهل تعتقد اني هفوت حرب بتتضمن اسم وشرف العائلة؟ ويكون هيوك تسلل من المستشفى عشان يكون موجود وهو لسه مصاب، ويكون طيب يتخانق معاه عشان هو لسه مصاب وعاوز يقاتل، وهنا يجي الزعيم ويقول لهيوك: اجلس، انت حالتك لسه مش جيدة، لكن مع ذلك اعضائك الداخلية شفيت تماما. ويطلب الزعيم من طاي انه ينضم له في نزهة، ويطمن الزعيم على طاي ويقول له: انت كويس؟ طاي يقول له: كويس جدا. ويكمل الزعيم: انت مهمتك انك تكون في الجهه الخلفيه وتحميها، وتحت قيادتك مجموعه قليله، لكن يطلب منه طاي انه يديله مهمه، ويكون طاي عايز كده عشان يزود نقاط سمعته، ويكون الزعيم بيعيط من سعادته ان طاي قلبه على الجيش وعلى العائله، لكن طاي الوغد بيكون عاوز يحقق المهمات ويخرج من اللعبه قبل ما القتال يبدا، لكن الزعيم يقول له: اخشى انك لن تستطيع، ويطلب منه انه بس يحافظ على حمايه الجيش من الخلف. يحاول طاي معاه، لكن يكون الزعيم مصمم، ويقول له الزعيم انه اعطاه واحده من اهم الواجبات. يساله طاي ايه هي؟ يقول الزعيم: انك تبقى على قيد الحياه. ويكمل الزعيم: انت لازم تعمل اي حاجه عشان تفضل حي، حتى لو كل العائله ماتت لازم تهرب وتفضل حي، فاهمني؟ لو انت نجيت فده معناه ان العيله ما انتهتش وهتقوم تاني، انت والاخ التاني على حد سواء، قادرين انكم تكونوا شخصيات اعظم مني انا. ويسيبه ويمشي ويقول: هي دي مهمتك. انا بدات اقلق يا جدعان، هو هيحصل ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات ايه توقعاتكم اللي هيحصل في الحرب دي. ونشوف الجيش وهو مكمل ناحيه مكان القتال، لكن طاي يلتفت ويشوف شخص مش عارفه بيبتسم، ويقول له: انت مين؟ يقول له: انت نسيتني، انا من بوابات شانشي 5، ده انت صفحتني حتى. يتاسف له طاي ويقول له: معلش، ذاكره سمكه. يقول الشخص ده: انا حسيت بخيبه امل لما كلفونا اننا نبقى في الجهه الخلفيه للجيش، ده مش بس بيقلل اننا ننجز عمل عظيم، بل وكمان كان نفسي اشوف اسلوب مسايفه السيد الكبير. يكون طاي مش فاهم وهو بيتكلم عن ايه، لكن يكمل الشخص ده ويقول: مع ان الزعيم الاصغر موجود في القتال، لكن وجود السيد الكبير اهم ومعروف عند الكل. ويكون بيتكلم عن زعيم الشيوخ، ويقول الشخص ان العجوز بطل معركه جنوميا وكان مقاتل لا يتسامح مع اي ظلم، وانه شخص كويس، لكن طاي يكون عارف حقيقته انه مش شخص بالاخلاق دي. يساله طاي: تعتقد اننا هنفوز؟ يقول له الشخص: انا متاكد اننا هنفوز، نحن سنفوز بالتاكيد. وهو على وشه ابتسامه سمجه وانا مش مرتاح له والله العظيم. يجي هيوك من خلف طاي ويقول له: مين ده؟ يقول له طاي: مجرد شخص متفائل جدا بكل شيء. ويجتمع واي كيونج بجميع القاده، وكان متوقع ان بسبب تضاؤل الامدادات الغذائيه للاعداء ووضع قواتنا في المكان ده، مدخل الوادي ده ضيق جدا وليه حواف شديده الانحراف، لذلك ده مكان جيد لعمل كمين، ومساعده الطائفه السفليه اتمكنا الوضع 100 قناص على الحافه مسبقا، وفي 300 مقاتل من عائله جين و150 متعاونين اتجهوا للمضيق. يقول طاي لنفسه: دي كانت اخر مره اشوفه فيها وما ودعتوش بشكل مناسب، ويكون قلقان جدا. ويجي اتباع جين من خلفه ويقولوا: هو ما نامش كل ده؟ ويكلموه يلاقوه تعبان جدا ووشه شاحب. ويكون طاي وصل ل 497 نقطه من 500 بتاعت السمعه، وعمال يقول: هذهب للمنزل، استطيع العوده للمنزل. ويقول له: يا عيني ده اتجنن وبقى يكلم نفسه. ويكون جنبه العناصر اللي خدها لما قتل جو بيل، ويساله هيوك عنها ويقول له: ايه دي؟ يقول له: الحبه دي لو كلتها ممكن تحرقك، عاوز تدوق؟ يقول له: لا يا معلم، اشبع انت بيها، انا هبقى اقوى بالشكل المناسب ليا. وهو بيضحك يقول له: طيب انا بتكلم بجد، انا ما بقتش محتاج الحاجات دي. يقول له: طبعا، ما انت تنين شانشين نائم يا اخويا. ويقول له: احنا حمقى ان احنا قلقنا عليك، ويسيبوه ويمشوا. يقول طاي لنفسه: انا في العادي كنت هصفعه، لكن انا مش هعمل كده، ومبسوط لان دي اخر مره اكون فيها قائده. فجاه يجي صوت من الخلف بيقول: اعتقد ان الحرب بدات، هل نبدا بالقتال؟ يلتفت طاي عشان يشوف مين ده، ويطلع زي ما توقعت: حسبي الله ونعم الوكيل فيه، الواد السمج من البوابات ال5، لكن هنا لابس زي اسود. بيقول: هل نبدا احنا كمان؟ ويكونوا ملتفين حوالين طاي والثلاث جنود، ويقولوا الجنود: انت بتقول ايه؟ وطاي يقول لنفسه: ده ما كانش الزي بتاعهم لما شفتهم. يقول هيوك هنا: اسمع يا حامي البوابه الثالثه، انت مخطئ، مهمتنا هي البقاء هنا مع السيد طاي عشان نحمي الجهه الخلفيه للجيش. ويكون طاي عنده احساس سيء تجاه الموضوع ده. يقول الحامي للبوابه الثالثه: بجد واضح اني خدت مهمه مختلفه عنكم. يقول طاي وهو بيزق هيوك وبيتقدم: فهمني كده ازاي ده؟ ويبصوا لبعض جدا ويبتسم طاي ويمسك بسلاحه. يقول له الشخص ده: حواسك حاده بالفعل، بما ان ده الحال اعتقد اني ما عنديش حل غير اني اقول لكم اللي قاله لي الشخص اني اعمله، اني اقتلكم جميعا واجتمع مع القوه الرئيسيه ويكون شكله مخيف وطاي واتباعه مصدومين. وهنا يستعد الجميع للقتال، لكن طاي هيعمل ايه؟ هو معاه 3 جنود بس امام كتيبه كامله واضح انهم اقوياء. يزعق فيهم هيوك ويقول لهم: انتوا ازاي
بتخونوا العائله، انتوا هتموتوا هنا. يرد عليه الشخص المزعج: خيانه وموت؟ انت مخطئ، اولا انا ما خنتش حد، والاكيد اني مش هموت هنا على ايد امثالكم. يبدا هيوكي يتعصب ويكون بيتقدم، لكن تاي يطلب منه العوده للخلف ويتقدم هو. يقول احد جنود تاي: انت ليه واخدهم على محمل الجد؟ هم ضعفاء من المستوى الثاني. يقول تاي: لا مش ضعفاء خالص. ويكون تاي شاف مستواهم من خلال النظام، قائدهم يكون من مستوى 40 وباقي الجنود فوق المستوى 30. وهنا ينتهي الفيديو، وما تقلقوش مش هتاخر عليكم في الفيديو الجاي زي ما وعدتكم في العيد، انتاج مجنون. اتمنى انكم تكونوا استمتعتم واتبسطتوا معايا، وما تنسوش اللايك والاشتراك. استنوني مع الجزء السادس من حكايه تاي، وما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم.